الفكره كلها في ايه دلوقتي؟ ان انا المرحله الاولانيه اللي انا باخد فيها اللبن اللي هو من يوم ل6 شهور هي بتخليني ان انا باخد اللبن رقم 1. المرحله من 6 شهور لسنه بدي رقم 2. طيب هل بقى المرحله الاولانيه دي في حاجه غير رقم 1؟ الاجابه احنا عندنا حاجه اسمها الطفل المبتسر، الطفل اللي مولود قبل ميعاده او وزن اقل من الوزن الطبيعي. بالمناسبه ايه هو الوزن الطبيعي للطفل؟ المفروض الطفل اتولد اهو، ايه وزن الطبيعي بتاعه؟ اني اقول ان الطفل عنده مشكله في الوزن او لا؟ ما هو مولود بيها. الوزن الطبيعي من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو ونص. تمام. اقل من 2 كيلو ونص ده معناه ان الطفل ده بنسميه مبتسر او وزنه اقل من الوزن المفروض يبقى عليه، وده بنلاقيه في الاطفال اللي مولوده بقى في نص السابع او في الثامن او في اول التاسع او كده. تمام. لو الطفل وزنه اقل من 2 كيلو ونص، بالذات لو اقل كمان من 2 كيلو، بندي حاجه اسمها تركيبه الطفل المبتسر. ودي في السوق في مصر هم 3 أو 4 انواع بس. تمام. اللبن ده بيبقى ايه؟ بيبقى فيه كميه المواد الغذائيه مكثفه شويه. يعني لو انا عملت رضع من اللبن رقم 1 ورضع من اللبن بتاع الاطفال المبتسرين، هي نفس الكميه، لكن اللي بتاع المبتسرين كميه الغذاء والبروتين فيه وكميه أكتر. النشويات اكتر، علشان خاطر تخلي الطفل معدل زياده وزنه يبقى اسرع. تمام. عشان احنا عايزينه يقرب من الطبيعي. عشان لما الاطفال دي توصل عن 6 شهور او توصل سنه، المفروض الطفل يعني عند سنه وزنه يبقى 10 كيلو في الرينج ده. فالمفروض ان الاثنين لما يوصلوا للسنه يبقوا الى حد ما يبقاش بينهم مسافه كبيره في الوزن. تمام. اللبن ده بيستخدم من عمر يوم لعمر 9 شهور، وفي احيانا انواع منه بتبقى من يوم ل6 شهور ومن 6 شهور لسنه. لكن الغالب هو بيبقى معظم الشركات بتطلع نوع واحد هو للطفل المبتسر، بقدر امشي عليه من يوم كده همشي عليه 6 شهور. احيانا الدكتور بيخليك تمشي عليه لحد 9، واحيانا بيخليك تمشي عليه لحد سنه. ده دور الطبيب المعالج. تمام. طيب الطفل العادي ذات نفسه اللي بياخد رقم 1 ده، ممكن هو مولود في ميعاده، هو وزنه كويس وكل حاجه، فممكن اللبن رقم 1 ده ما يبقاش جايب معاه نتيجه او يحصل له مشاكل. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له؟ ينفع نديله الاثنين مع بعض، اللي هو بتاع نقص النمو رقم 1؟ لا، لو وزنه مفيش حاجه اسمها كده. مفيش. هو تمام. الطفل بيمشي يعني احنا بنغير بنغير لو في نوع مش مناسب بنغير. تمام. لكن المثال اللي انت ضربته هو من الاول محدد ان الطفل ده وزنه اقل من الطبيعي فياخد التركيبه الاطفال المبتسرين او ناقصي طيب النمو. هو كان ناقص نمو او وزنه قليل، خد اللي هو اللبن بتاع ناقص النمو، زود له وزنه لغايه ما بقى طبيعي، اوقف ده وحول لنوع تاني. ده مع الدكتور، ما احنا لسه قايلين ده دلوقتي. تمام. يعني ان احنا عند 9 شهور او 6 شهور بنقيم، عند 9 شهور بنقيم، وده دور الدكتور. تمام. احنا عايزين نرجع للانواع اللي اتكلمنا عليها، اللي هي انواع التانية المختلفه عن اللبن رقم 1. تمام. اشهر الانواع عندنا في مصر، عندك نوع اسمه مثلا نوع مضاد للارتجاع. وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده، ان لو افترضنا ان الطفل شخص ان هو عنده ارتجاع في المريء، وكلمه ارتجاع في المريء دي معناها ايه؟ لو تفتكر الصمام. ان الحلقه او الصمام اللي بين المريء والمعده مش قافل كويس. صحيح. الصمام ده عند 90% من الاطفال بيقفل عند 6 شهور. هو بيبقى غير ناضج، فبالتالي انت مجرد ما ترضع الطفل، حتى لو عملت كل الوسائل اللي قلنا عليها، وانك توقفه بعد كده تنيمه على زاويه 45 درجه، وده كلام يعني الامهات اللي عندها اطفال مشخصه بارتجاع مريء بتعرف ده كويس، ان انا برضعه بعد كده لازم اشيله لمده ربع ساعه، وبعد كده بنيمه كاني منيمه على زحليقه مثلا، راسه اعلى من جسمه، علشان يفضل على طول اللبن لكن في المعده. لانه مجرد ما يحصل شويه هز، الصمام مش فاتح زي ما قلنا، فهيعدي اللبن. مجرد ما اللبن يطلع في المريء، انت طلعت من حمض القلوي، يبدا الطفل يرجع. ففي تركيبه اسمها تركيبه الاي ار او المضاد للقيء. تمام. التركيبه ديت هي فكرتها عامله زي بيخلوا اللبن تقيل شويه، فبيبقى مش سهل ان هو يطلع. كأن انت مثلا جبت اللبن وقمت حاطط عليه نشا فخليته تقيل. تمام. فيبدا اللبن ده ما يطلعش بسهوله. ده التركيبه الاولانيه مضاد للارتجاع للقيء. تمام. في نوع تاني بنسميه اللبن الزايد شويه في الحمايه، او بنسميه اكسترا كير. اللبن الزايد في الحمايه ده بيبقى فيه تركيبات معينه للاطفال اللي بيبقى عندها نوع من انواع المغص او التقلصات. الطفل بتلاقيه بياخد اللبن الصناعي العادي، بيحصل له تقلصات شديده جدا، بيحصل له مغص، ممكن يحصل له امساك. بتنتقل على المرحله اللي بعدها
اللبن اللي هو الاكسترا كير او العنايه المركزه شويه او العنايه محدده للطفل بيبقى فيها مكونات مختلفه شويه عن مكونات لبن رقم 1 العادي. تمام. عندك بقى بعد كده النوعين بقى المتخصصين قوي، هم دول المهمين اللي مهم ناخد بالنا منهم. مم. هو اللبن الخالي من اللاكتوز مم. او اللبن اللي بيحتوي على الامينو اسيدز او اللبن الخالي من البروتين. تمام. ودول لهم كلام ودول لهم كلام. النقطه اللي تهمني اللي محتاجه هتكلم فيها باستفاضه شويه هو اللبن خالي اللاكتوز، مم. بنسميه FL او LF حسب نوع الشركه. للاسف بقى يعني للاسف ده موضوع بيساء استخدامه. ازاي؟ الطفل جاله اسهال من اللبن الصناعي، تمام. هو ما بيرضعش طبيعي لاي سبب ما، فبياخد لبن صناعي، ففجاه جاله مشكله، جاله دورين اسهال اوتوماتيكالي. ممكن الام او واحده تانية يعني كان عندها خبره شويه او هي عندها شويه معلومات، انت ابنك عنده حساسيه لاكتوز او حساسيه البان، هاتيله اللبن اللي هو FL او خالي اللاكتوز، وتجيب اللبن مم. والطفل ياخده ويتحسن. هنا بقى المصيبه. ايه المصيبه؟ اللاكتوز ده ماده موجوده في اللبن الطبيعي وموجوده في اللبن الصناعي، مغذية. مغذيه طبعا هو اكيد. محتاج. تمام. فهي الفكره كلها في ايه؟ ان هو شركات الالبان لما بتحاول تحط اي مكون مم. هي بتحاول على قد ما تقدر تقرب من المكون الاساسي للبن الام. طيب انا النهارده لما اجي ماده معينه كده اقوم شايلها تماما من اللبن، ده معناه ان انا عندي خطوره كبيره جدا. الخطوره الكبيره دي لابد انها تكون مشخصه من قبل دكتور الاطفال، مش كده مم. بجيبها من الصيدليه ودي. طب ليه برضو كل ده؟ اللاكتوز ده بقى مهم في ايه؟ مهم في حاجه مهمه جدا جدا، الا وهي نمو المخ. يعني عايز اقول لك ان اللاكتوز ده مهم جدا عشان خلايا المخ تنمو، فالانسان ده او الطفل ده يطلع انسان بيفهم وبيعرف يفكر وبيعرف يدرك وبيعرف يستوعب المعلومه وبيعرف ما يبقى شويه بيلقط في الدراسه، ما يبقاش غبي مجرد ما يجي المدرس يقول المعلومه 10 مرات هو مش قادر يفهم. كنا برضو نوهنا عليها قبل كده، قلنا أيوة. الريكوجنيشن او قدرته على استيعاب المعلومه كان لها اسباب كتير، من ضمنها ان لو هو عن طريق الخطأ اخد لبن خالي من اللاكتوز. فان انت تدي لبن بدون ماده اللاكتوز ده قرار خطر جدا، وما ينفعش انا كأم اخده من نفسي. تمام. وزي ما قلت لك الخطوره تكمن في ان انا ممكن لما اعمل ده طفل يتحسن وهو اصلا ما كانش تعبان بسبب اللاكتوز، هو كان تعبان بسبب نزله معويه، بس الصدفه جت انك مجرد ما منعت ده واديت ده الطفل اتحسن. فلو انت اديت اللبن تاني اللي فيه العادي اللي فيه ماده اللاكتوز، خلاص هيقوم مش هيحصل له حاجه. تمام. ده النوع الثالث. مهم. النوع الرابع وده فعلا اللي هو بيبقى مخصص جدا بقى للاطفال ان عندهم حساسيه مفرطه للالبان. وده فعلا بتبقى الاطفال يعني بتبقى عندها مشكله كبيره جدا. انت فعليا يعني الطفل بيرضع بيسهل ودول طبعا بيمشوا مع دكاتره الجهاز الهضمي، لان بيتعمل لهم تحاليل معينه والكلام ده كله. وده اللي بينقلنا للنقطه الثانيه اللي انت كنت اثرتها دلوقتي، حساسية. حساسيه الالبان. اه. حساسيه الالبان دي برضو ده موضوع معقد قوي. انا يهمني ان الام فيه تعرف الخطوط العريضه ويبقى عندها المعلومات الاساسيه، وكل حاله بتبقى مختلفه عن التانية، وحساسيه الالبان دي درجات، ولابد ان انا ابقى متابع مع الدكتور المتخصص في الحته دي عشان اوصل لمرحله. بالمناسبه يعني حساسيه الالبان بشكل كبير جدا بتتعالج. المعلومه برضو المتوارثه الغلط ان الطفل ده عنده حساسيه البان فهيفضل عنده حساسيه البان، كل ما ياخد حاجه فيها لبن يحصل له مشكله. لا، حساسيه الالبان بتتعالج وبيتاخد فيها حاجات معينه، وبتبدا انت تمنع خالص الالبان وتبدا تدخلها ترجع تاني. بنسميها جرعات تدريجيه، وبتنجح شويه وبتفشل شويه، بس بتفضل ماشي لحد ما تخلي الطفل ده طبيعي. لان مش قرار برضو سهل انك فجاه تمنعه من كل حاجه فيها البان. حساسيه الالبان دي بقى كذا نوع. يا اما لو الطفل بيرضع طبيعي بتيجي الام كده بعد عمر مثلا اسبوعين او 3 تشتكي ان الطفل عنده اسهال غير مبرر، عنده ترجيع غير مبرر، عنده تسلخات مهما غيرنا نوع الحفاضه ومهما ادينا من كريمات هو عنده تسلخات دي رهيبه جدا. العلامات بتاعتها يعني. دي العلامات الاساسيه. مهم. عنده بقى ايه بقى وده الاخطر شويه، هي الام تيجي تقول لك انا حاسه ان البراز فيه دم. تمام. كل العلامات دي كل حاجه لوحدها لها اسباب غير حساسيه الالبان. مم.
وحساسيه الالبان ممكن تيجي في 1 أو 2 أو 3 من دول. بس هي دي العلامات او علامات الانذار اللي بيخليني اروح للدكتور وابدا اتابع الموضوع. تمام. لكن مش من نفسي كده انا ابني بيحصل له كذا يبقى هو عنده حساسيه البان. لا، انا عندي اعراض معينه، الاعراض دي بروح فيها للدكتور وبعد كده الدكتور بيطلب مني. الاعراض دي مجتمعه ولا ممكن الواحد لوحده؟ عندك 3 حاجات، يا اما تبقى مجتمع، يا اما جزء منها، يا اما احيانا ما تبقاش موجوده ويحصل لي مشاكل تانية وتيجي تعمل التحاليل تلاقي الطفل عنده حساسيه. تمام. فساعتها بقى احنا بنروح للدكتور المختص وبنتابع التحاليل دي، وبنتابع بقى تجارب معينه. يعني التجارب المعينه ديت لو ام اتعرضت لده هتبقى فاهمه اللي احنا بنقوله. بنخلي الام تمنع كل منتجات الالبان. بتلاقي الطفل اتحسن تحسن دراماتيكي ونوقف، وبعد كده نرجع نخلي الام ترجع تاخد ده بالتدريج. طب لو ده بيرضع طبيعي، طب لو الطفل بيرضع صناعي، ابدا بقى اجرب الاول اللبن الخالي من اللاكتوز، وارجع او اجرب اللبن اللي هو فيه الامينو اسيدز او الخالي من البروتين العادي. تمام. دي الانواع الاساسيه بتاعه الالبان. بيبقى في البان معينه بتتاخد بعد عمر سنه لو الطفل عنده مشكله شويه في الوزن. لو هو وزنه مش بيزيد كويس، في حاجات بتتاخد عند عمر سنه وفي حاجات بتتاخد عند عمر كمان 10 سنين. كده احنا غطينا كل انواع الالبان واتكلمنا عن الالبان الصناعيه تحديدا، يعني التقسيمات بتاعتها، واتكلمنا عن الحساسيه بتاعت الالبان في حلقه واحده. في حلقه واحده، ده اعجاز طبعا. طبعا لو ظهر حاجه تاني، ده الوعد اللي دايما نقوله، لو ظهرت اي حاجه جديده اكيد هننوه عنها يعني. ان شاء الله. يلا نتقابل على خير ان شاء الله.